في عميل تحس ان حلال فيه يضحك عليه. لو جالك عميل بيقول لك انا يا باشا عايز النهارده هدفع لك فلوس بالمحتوى ده، قول لي هتجيب لي كام. ما انت من ناحيتك انت هتجيب لي كام مشاهده وهتجيب لي كام فولور. طيب انا من الناحيه الثانيه بيقول لي قول لي هتجيب لي بيع بكام. انا اي عميل بقعد معاه يقول لي ايه ضماناتك، اقول له مفيش ضمانات، بتاعت ربنا يا باشا. دي بتاعت ربنا. ايوه وتاكد انا مش يعني انا بحسسه ان انا فعلا العميل ده مش فارق معايا، ان انا اقول لك الصح ايه، عايز تسمع ده اوكي، مش عايز تسمع ده براحتك. الصح ايه سواء هتعمله معايا او مع في غيري. عميل تحس ان حلال فيه يضحك عليه، اه فبقول له ده الصح بتاع الشغلانه. اي حد بيشتغل بما يرضي الله قال لك ارقام وضمانات، اعرف ان هو بينصب عليك عشان ياخد الشهر الاول وخلاص، لان الشغلانه دي مش شغلانه انت بتتصنت عليا ضمانات. ولا بتتصنت عليا؟ صح؟ لا والله ابدا. والله بتتصنت عليا. انا اي عميل بيجي لي برضه بقول له نفس الكلام بالظبط، بقولها له اصلا اللي الشركه اللي تيجي تقول لك انا هصرف لك اكس ماني وهجيب لك اكس سيلز، اعرف ان هي بتشتغلك طالما هي ما اشتغلتش بايديها جوه الاكونت بتاعك، بالظبط. لان في تحديات كتير بتقابله.